يضاف الى ذلك نمره واحد ضروره الافراج عن كل المحبوسين الذين تظاهروا دعما لغزه. عيب عيب، ما يصحش. العالم كله فيه مظاهرات دعما للشعب الفلسطيني. لما تطلع مظاهرات في مصر دعما للشعب الفلسطيني ولا مؤاخذه انا اسف يعني وبايعاز من السلطات المصريه والاعلام المصري وتشجيعا من الاعلام المصري فيتقبض على الناس. اي عار يعني ده بقى ده ما حصلش في اي بلد تاني، واخد بالك؟ وده لازم يتم معالجته فورا. ده محتاج قرار، وقرار قرار سريع، يعني ما يصحش. كان نفسي ابدا بغزه بس للاسف هي الكلام جاب بعضه. يعني غزه لازم ابدا بتأييدي الكامل للشعب الفلسطيني، بتأييدي الكامل لصمود الشعب الفلسطيني، بتأييدي الكامل للمواقف المتماسكه للنظام المصري حتى الان في رفض سياسات التهجير القسري وتصفيه القضيه الفلسطينيه. انا داعم كل الدعم للنظام في محاولاته المستمره لادخال قوافل الاغاثه للشعب الفلسطيني. داعم كل الدعم. اخر تصريح اصدره الرئيس السيسي النهارده او امبارح انا مش فاكر، ده كلام في منتهى الخطوره والاهميه ويستحق يعني دعم كامل من الشعب المصري، وهو التصريح الخاص برفض تدخل قوات حلف الناتو كقوات في غزه. ده كلام مهم جدا، لازم كلنا نبقى فاهمين ابعاده. خلاص، هناك فعلا قضيه تتعلق بالامن القومي المصري. ما يحدث في غزه ليس بعيدا عننا، بالعكس ده يعني في بيتنا يعني. وبالتالي لازم نشدد على الفكرتين الاساسيتين: دعم صمود الشعب الفلسطيني ورفض السيناريو الاسرائيلي الخاص بالتهجير القسري. هناك تفاصيل اخرى كثيره يتسع لها الوقت وحديث اخر، لكن ده جوهر موقفي من ما يحدث في غزه.